دونك قبل ما نبدا خلينا نعطيكم واحد المثال باش نعطيو شويه ديال باش نفهموا شنو هو المعنى ديال هاد الظاهره هذه في السياق اللي مفهوم عندنا. فمثلا الا خدينا جيل ديال زد، وجيل ديال زد يعني كنتكلم على الناس اللي تزادوا بين يعني 1997 حتى 2012، زيد عام نقص عام، يعني هاد البرومو هاد البرومو ربما صغار في العمر، ربما ما عندهمش تجربه في الحياه، وانا هذه ماشي بصفه التعميم ولكن يعني بصفه عامه، يعني نقدروا نقولوا هما صغار في العمر ما عندهمش تجربه يعني في هذا السياق هذا. ولكن هذا الجيل هذا كبير في الاستعمال ديال السوشيال ميديا، وهذا هو الجيل ربما اللي عليه خطر من هذه المساله هذه، بحكم انه جيل كابر فهاد الموجه ديال السوشيال ميديا، لان الجيل اللي قبل منه ما كانش عنده الامكانيات باش انه يكون منفتح على السوشيال ميديا كما هي دابا، لاسباب مختلفه. كنهضر على الخصوصيه ديال المغرب، ما كنهضرش على دول اخرى. دونك هذا الجيل هذا معرض لهاد المساله هذه، وشنا امثله في العالم كامل. شنا امثله ماشي غير في المغرب، شنا امثله في يعني في الدول الاخرى. والناس اللي متبعين هاد المسائل هذه يعني كان هذا الشيء يومي تيدوز عندنا في الصفحات ديال الفيسبوك، في التيك توك، يعني كاع لي بلاتفورم. وفاش كنهضروا على هذا الشيء ديال التجنيد في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، فهو فيه جوج انواع. فيه التجنيد المباشر، وهذا تيكون يعني داخله فيه يعني الدوله بهياكل ديالها، تيكون فيه خطاب سياسي باين رسمي ديال الدوله او شبه رسمي، كتدخل فيه وسائل، كتدخل فيه وسائل ديال الدوله. فإلا عطينا مثال، نعطيو المثال ديال الجزائر، وحنا غنبقاو ديما نعطيو المثال ديال الجزائر لان كاين عندنا اشكال مع الجزائر، ومن الطبيعي اننا غادي، وهذه الخصوصيه ديال المجموعه ديال اللايفات اللي تندير، لانها كاين عندها اشكال. هذه الاشكاليه كاينه موجوده ومطروحه. دونك اخوان، فإلا خدينا الجزائر كمثال في السياق ديال مثلا جيل زد، ويعني الا كنتم متابعين وسائل الصفحات ووسائل الاعلام حتى ديال الجزائر الرسميه والغير الرسميه، فكانت واحد الموجه اللي خرجات. يعني علاش هاد الناس خرجوا؟